السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كيكة البرتقال. الكيكة اليومية هنعملها في الخلاط، مش هتفشل منكم تاني ابدا. وداعا لفشل الكيكة. هتطلع معاكم هشة وجميلة بالشكل ده. يلا بينا نشوف الطريقة، بس قبل ما نبدأ نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أول مرة تدخلوا قناتي أنا سماح، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه معايا 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونوش طالعين من التلاجة. ننزل بيهم في الخلاط. تاني حاجه معايا 1.5 كوباية سكر. طبعا حابين تقللوا السكر تخليها كوباية على راحتكم، 1.25 كوباية، بس 1.5 كوباية مظبوطه. وكوبايه عصير برتقال، وممكن تستبدلوا عصير البرتقال بفانتا برتقال او بكوبايه لبن لو مش حابين طعم البرتقال. وكوباية سمنة على زيت، أو زيت بس أو سمنة بس براحتكم. أنا حطيت خليط سمنة على زيت ومعلقة خل والفانيليا بتاعتنا، وهنضرب كله مع بعض في الخلاط. بس نضربها ضربة كويسة جدا، نضرب المكونات ضربة كويسة جدا، ضربا مبرحا. ومعايا 3 كوبايات دقيق نخلاهم مرتين. وهحط بقى المكون السحري اللي هيخليها جميلة وناعمة، معلقتين نشا. برضو نخلتهم بالمصفى السلك كده. وبرضو هجيب البيكنج باودر بنفس الطريقة، برضو هنخله عشان لو في اي تكتلات ما تضايقناش واحنا بنقلب الكيك. طريقة سهلة جدا، طبعا ذرة الملح عشان تظهر الأطعمة وهي سنة. نقلب المكونات الجافة كلها مع بعض بالشكل ده. طريقة سهلة جدا جدا، تتعمل في خطوتين وبس. ننزل بقى بالخليط بتاعنا اللي احنا ضربناه في الخلاط. بصوا بقى لونه جميل، اصفر برتقاني، ونقلب كويس جدا جدا جدا. لو حابين في الخطوة دي تضربوا الخليط بالمضرب الكهربائي براحتكم، انا ضربتها بالمضرب اليدوي عادي. خطوات بسيطة وسهلة جدا، وهتطلع معاكم احلى كيكة. اهم حاجة نقلبها ونرفع كده عشان الهواء. كده احنا ضربناها جيدا. نجيب بقى الصينية بتاعتنا نكون دهنينها اي مادة دهنية ومعفرينها بالدقيق بالشكل ده زي ما حضراتكم كده شايفين. وننزل بقى بخليط الكيكة بتاعتنا الجميلة، ونرفع ايدينا كده واحنا بننزل الخليط. ونكون طبعا مسخنين الفرن قبلها ب10 دقايق، يعني اول ما نبتدي في الكيكة نكون مسخنين الفرن. وندخل الكيكة في الفرن على درجة حرارة 180، ونخبط كده الصينية كده خبطتين 3. وما نفتحش باب الفرن ابدا قبل نص ساعة. بعد 30 دقيقة افتحوا الفرن، لانكم لو فتحتوها قبل الفترة دي هتهبط منكم تاني. وطبعا هنختبر الكيكة بخلة، ان طلعت معانا في الخلة حتة كيكة يبقى نسيبها تكمل سواها. طلعت نضيفة معانا يبقى خلاص استوت. بصوا بقى الكيكة بتاعتنا بعد ما خرجت وسبتها تبرد طبعا شوية عشان اعرف اقطعها. شوفوا الجمال بقى، ايه رأيكم؟ ما لزقتش في الصينية ولا اي حاجة، وعالية اهي وجميلة وهشة وتحفة. طبعا في كتير مش بيحبوا يعملوها عشان بتفشل منهم، اعملوها بالطريقة دي هتطلع معاكم ناجحة جدا. بصوا طريقة سهلة جدا، وفي 10 دقايق بس هتعملوا احلى كيكة برتقال. ايه رأيكم بقى؟ اتمنى بقى ان طريقتي تكون عجبتكم، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناة، وتصلوا على النبي في التعليقات يا جماعة، وتدعموني يعني شجعوني. تعليقاتكم بتشجعني ولايكاتكم بتشجعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.